واصلت قوات الجيش الثاني الميداني حملتها العسكرية في عدة قرى بجنوب الشيخ زويد، مما يشتبه في اختباء عناصر تنظيم بيت المقدس بداخلها ولضبط أي مشتبه به يحاول الفرار. كما تم رفع درجة الاستعداد الأمني بمناطق القطاع الأوسط من سيناء التي تربط بين شمال وجنوب المحافظة لمنع تسلسل أي عناصر من المنتجعات السياحية لتنفيذ عمليات مسلحة. كما تمكنت قوات حرس الحدود من تدمير 8 أنفاق بمدينة رفح. قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب وأن ما يحدث لن يهز شعبها. وطلب السيسي خلال الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين، طلب الشعب المصري بألا يدع هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيه، وأن يضع ثقته في الله وفي قدرته وجيشه وشرطته القادرين على العبور بالبلاد نحو الاستقرار والأمن والتقدم. وطمأن الفريق أول السيسي الشعب المصري: لا يوجد قلق أو خوف، فنحن فداكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين، ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض. هدفنا البناء والتعمير والرخاء، وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين.